كانت واحد الساحرة اللي سميتها فاطمة. هاد فاطمة كانت ساحرة ومشعوذة في نفس الوقت، وكانوا كيجيو عندها الحليفين ديالها باش دير ليهم السحر. وجا اليوم الحد اللي ما كتخدمش فيه فاطمة، وفي هاد النهار دق عليها الحليف ديالها وقال لها انا خصني دير ليا السحور لواحد القريب ديالي، خصني ننتقم منه. وهي قالت ليه لا انا اليوم ما كنخدمش، اليوم عندي راحة، اجي غدا وندير لك اللي بغيتي. عليها هي جلسات وبدات كتفكر، قالت فاطمة كيفاش غندير السحور لشي واحد وانا ما عنديش اعضاء من اعضاء الانسان، حيت هما ملي كيديروا السحور راه كيحتاجوا شي اعضاء في شي عضو من عضو الانسان. فقررت تمشي للسبيطار وتجيب شي عضو، وهذا العضو هو الشعر ديال الشخص الميت. ومشات وبدات كتفتش على البيت اللي كيديروا فيها الجثث ديال الميتين. تجبراتو بجانب الحارس، كاين واحد الحارس ولكن داك البيت راه حتى داك الحارس واللي سميتو حسين، وهو شخص فقير كيخدم باش يجيب قوت اليوم ديالو. وقالت ليه السلام اخي، واش تقدر تعاوني؟ ورد عليها علاش ما نقدرش، شنو هي المشكله؟ فطلبت منه، قالت له انا خصني ندخل لهذا البيت ديال الميتين ديال الجثث باش نجيب واحد الشعره من شعرات الميت. فهو رد عليها باستغراب، علاش شنو غديري بشعر واحد ميت؟ هنا كانت الصدمه ديال العمر ديالو ملي عرفها باللي هي ساحره ومشعوذه في نفس الوقت. خاف منها وقال لا انا ما نقدرش نعاونك، هذه راه امانه في يدي وانا كنعسس على هاد البلاصه، اصلا انا ما عنديش المفتاح ديال هاد الغرفه. وخرجت من الجيب ديالها واحد المبلغ ديال المال كبير بزاف، يعني تقريبا واحد 4000 درهم، وقالت ليه اذا جبتي لي المفتاح راه غنعطيك الضعف ديال هذا المبلغ. وملي شاف الحارس داك المبلغ مع هو فقير قال لي صافي غدا غتجي غتلقى عندي المفتاح. عليها رجعت فاطمه للمنزل ديالها، وجلس الحارس كيفكر اش غيدير. حتى شافو الصديق ديالو علي، انت مالك جالس كتفكر، شتك مهموم اليوم، نقدر نساعدك في شي حاجه؟ ورد عليه قال له انا جاتني اليوم عندي الساحره، طلبت مني نجيب مفتاح ديال هذه الغرفه ديال الجثث باش تثبت واحد الشعر من جثه ميته باش دير به السحور لشي واحد، ولكن غطيني مبلغ كبير اللي هو تقريبا 8000 درهم اذا لقيت ليها المفتاح. وقال الحارس للصديق ديالو علي اذا ساعدتيني باش نجبر المفتاح نقسم معاك النص ديال الثمن. فجلسوا مع بعضياتهم وبداو كيفكروا، جلسوا وفكروا ولقاو واحد الحل باللي يخدعوها ويكذبوا عليها باللي علي يدير راسو ميت باش ما تقطعش الشعر من واحد الميت، والحارس يطفي الضوء ويغطيه بغطاء فوق منه. ضحكوا واحد الضحكه زعما صافي هما غادي يخدعوا هاد الساحره وما غيكملش هاد السحر اللي هي باغا دير. ولكن ماشي هادشي اللي غيوقع، هادشي اللي غيوقع راه ما خطرش في البال ديال علي ولا الحارس، ما خطر في البال ديال حتى شي واحد. ومن غدا كل واحد مشى لبلاصتو حتى تجي الساحره. وبالفعل جات الساحره وعطات المبلغ للحارس وقال ليها باللي هو خرج ليها واحد الجثه باش يسهل عليها المأموريه، وطلب منها بانه يدخل معها ولكن هي رفضات. بقى كيستنى واحد 3 ديال الدقائق وهو خوفان حتى سمح واحد الغوته كبيره من الداخل. وملي دخل هنا كانت الصدمه بالنسبه ليه، والخطا البيض اللي كان فوق صاحبه صار كله دم حتى هو. الساحره فقدت الوعي وقشعر جسم الحارس، قال شنو هادشي، شنو هاد المصيبه اللي درت، وما عرف شنو يدير. وهنا عرف باللي الساحره ما بغات تاخذ غا الشعر، بغات تاخذ حتى الودنين. وهنا كانت النهايه. ما كنتوش متوقعين يوقع هادشي ياك؟ قول لي اذا عجبتكم هاد الفقرات من القصص باش ندير لكم قصه جديده في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.